شو هاد؟ مأمون بيك طلب ايد حماتي؟ ايه ابن عمي، هو حاكي قدام الشيخ عبد العليم، والشيخ عبد العليم خبر ام زكي وام زكي خبرت امي. بسيطة يا شيخ عبد العليم، لكن بتعرف انه مأمون بيك طلب ايد حماتي وما بتخبرني. وليش بده يخبرك ابن عمي؟ مو بدك امي توافق بالاول؟ ليش امك ما لها موافقه؟ لا ما انا موافقه. ايه ما بصير توافق، هيك المرأة الأصيلة بتضل وفية لجوزها طول العمر. ايه ابن عمي، وهي هيك عم تقول. بري عليك يا مرت عمي، والله كبرتي بعيني كتير. صبوا شاي. الله يسلمك بياك يا عمو. ايش هو الطبخة هاي؟ صحتين وهنا تقبرني. على قلبك. طبخة لأمي طيب ما هيك؟ ايه طيب كتير، تسلموا ايديك يا مرت عمي. الله يسلمك يا عيوني. من بكرة بدي اياك تفوتي على المطبخ، من بكرة بدي اكل من طبخك. ها يطول بالك عليها يا مو، رأسها بدك تاكل من طبخها. معلوم يا مو معلوم، لازم هي اللي تطبخ وتنفخ وتعمل كل شيء، وانت تادي وترتاحي. ايه مرت عمي، نحن بدنا اياكي مبسوطة ومرتاحة، وانا بشتغل كل شيء. الله يرضى عليكم. شو بدي انا لك ابني غير شوفك مرتاح ومبسوط انت واخواتك. الله يديمك فوق راسنا يا مو، انت بركة هالبيت. يا مو الله يرضى عليك، هلا بس تخلص اكل وديني لبيت ابو حاتم، وعد نسوان الحاره نلتقى هونيك مشان نشق على مرت خالك ابو شاب، ولي على قامتي مدري شو صاير لها الشريفه. عملت لك اطيب صحن بيض مقلي وصحن مسبح وصحن فول، على كيفك يا بي. الله يعطيك العافيه. كله نعمة كريم. صحة وهنا يا بي، صحة وهنا. تفضل. دخلك. انت مسافر الرياض اختك زهره؟ ان شاء الله بكره يا بي. والله كل السفر على طرابلس ما عجبتني. الله يصلحك يا رياض. شو بياخدك على طرابلس؟ يعني شو بيصير لو يبقى هون بالدكان شغله منيح وماشي حاله؟ معليش يا بي خطي، رياض اخر فترة شغله هون ما كان زيادة، خليه يروح يجرب حظاته بطرابلس. شرف يا بي. الله يوفقهم ويرزقهم. أنا بدي أعرف ليش رافضة الجواز من مأمون بك؟ لك يا أم زكي لا تفهميني غلط، أنا مو رافضة الجواز من مأمون بالذات، أنا رافضة الجواز من أصله. وليش بعدين؟ يي علينا، شو بدنا أم زكي؟ أنت عم تسألي هالسؤال؟ أنت بتعرفي إنه قديش إجاني عرسان بعد المرحوم أبو توفيق ورفضتهم كلياتهم. عليكي شو كذابة، والله ما شفت إجاكي ولا عريس من بعد ما مات المرحوم. ام زكي هلا انت عن جد نسيانه ولا عامله حالك عم تنسي قصدا؟ هلا ايمينا من سيرة العرسان اللي تقدموا لك، أنا جاية مشان مأمون بك وبس. لا مأمون ولا غيره، يحرم علي رجال بعد أبو توفيق الله يرحمه. وها مصيبة، هلا رافضة جوازك كله مشان أبو توفيق؟ إيه راح له 100 سنين شبه. ايه علينا، لك يا ام زكي الوحده منا بتجرب حظها مره بهالدنيا، وانا الحمد لله قبلانه باسمتي ونصيبي. لك يا حوبي هذا مو غريب، هذا ابن عمك عرق عينك. ايه ولو، واذا كان ابن عمي اصلا انا لا شفته ولا بعرفه، يعني سبره بسبره الغريب عندي. بس مأمون بك جاها ووجاها وهو الكل بالكل بالحاره. ايه شو عليه؟ الله يسعده ويهنيه ويبعث له اللي احسن مني. ايه بس هو شريكي إلك وبس، لو ما كان هيك ما كان حكى مع الشيخ عبد العليم. لك وينك؟ هي فرصة عمرك، فكري اجيتك وانتي لساكي صبية، لا تضوعيها من ايدك.